ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنتكلم النهاردة عن ملخص الجولة الأولى من البريمير ليج، واللي اتلعب فيها 10 ماتشات. كانت فيها ماتشات جميلة وكانت فيها ماتشات متوسطة، وكان فيها ماتش أو ماتشين كانوا مملين طبعا، اللي انتهوا ب0-0. يا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتخبط لايكك الجميل عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. ويلا بينا. هنبدأ بأول ماتش، واللي هو كان افتتاحية الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. كانت ما بين ليفربول وبورنموث، واللي انتهت بنتيجة 4-2. كان ماتش كان هيهرب من ليفربول بعد ما كان ليفربول يعتبر قتل الماتش، ولكن بورنموث بيعود عن طريق سيمينيو، أفضل لاعب طبعا فيهم، واللي تعرض لموقف من العنصرية. كان موقف طبعا يعني ما كانش أفضل حاجة وما كانش ألذ حاجة، والمفروض الحاجات زي ديت تنتهي تماما من على وجه الكون باكمله. العنصريه والتنمر والى اخره، ده حاجات طبعا كلها مرفوضه تماما. كييزا بينقذ ارن سلوت، اللي كان بيعمل كده ما تعرفش كان على تركيز او اللي هو انا دماغ، ما تعرفش. بس ايا كان كييزا طبعا ما مهمش من السنه اللي فاتت، حتى وان كان الاصابات بتضربه، بس كان لما كان موجود كان بيكون مهمش من ارن سلوت، اللي اتمنى ان هو يديله فرصه تانية طبعا، لان كييزا لعيب جناح اضافه طبعا بشكل مرعب وكواليتي مرعب جدا. الهدف الثاني لبورنموث كان هدف غريب، هو كان من مرتده، ولكن ابراهيم كوناتي وفيرجيل فان دايك تعاملوا مع الهجمه المرتده دي بطريقه غريبه جدا. فضلوا يرجعوا لورا يرجعوا لورا يرجعوا لورا، لا ده ضغط ولا ده ضغط. حتى في الهدف الاولاني برضو ليه بورنموث، اللي هو كان عن طريق سيمينيو، والكره متعرضه له بشكل جميل على ارضيه الملعب. فيرجيل فان دايك ما اعرفش ليه ما مدش رجليه. فان دايك بشوفه من المدافعين اللي بيكون عنده احيانا حاجات مستفزه، ما اعرفش ليه. ساعات بيرجع بشكل مبالغ فيه، ما بيضغطش، ما بيعملش تاكلينجات. انا على المستوى الشخصي ما بحبش التاكلينجات اللي عماله على بطال، بس في كور تحتاج منك انت كمدافع لازم يكون في خشونه، لازم يكون برضه في خشونه مع ذكاء، تعامل مع الكوره بمنتهى اللامبالاه. ما مدش رجليه، ما عملش تاكلينج. فبصراحه بشوف ان الهدف ده طبعا يتحمله فيرجيل فان دايك. اكيتيكي المهاجم الجديد لليفربول اثبت نفسه في اول ماتش، ولكن انا بشوف ان هو مش افضل حاجه في التحركات. جميل، بينزل نص الملعب او بيطلع بره المنطقه ياما بيستلم وبيوزع لعب، ولكن بشوف ان الفينش بتاعه حتى وان جاب هدفين مع ليفربول، سواء في الماتش ده او في ماتش كريستال بالاس اللي كان في مباراه الكاس، انا بشوف برضو ان الفينش بتاعه مش افضل حاجه. حاسس ان هو رجليه مش صلبه على المرمى، او بمعنى تاني بحس ان رجليه مخوخه فاضيه، تحس ان رجليه مش ماليه الكوره، ما عنديش ثقه. هنشوف. اتمنى ان هو طبعا يخيب ظني. مانشستر سيتي بيفوز على وولفرهامبتون في ماتش كان سهل جدا لمانشستر سيتي. حاول وولفرهامبتون في الشوط الاولاني، ولكن محاولتهم كانت بائسه، فخلص الماتش بدري مانشستر سيتي. برنتفورد ونوتنغهام فورست بيفوز على ارضه على برنتفورد في ماتش كان متكافئ بعض الشيء، حتى وكانت النتيجه 3-1 لنوتنغهام فورست، ولكن نوتنغهام فورست بيقدر وبيحافظ على مستواه السنه اللي فاتت، وبيقدر انه يفوز بنتيجه 3-1. طبعا كريس وود اللاعب المتالق من السنه اللي فاتت مهاجم نوتنغهام فورست بقياده نونو سانتوس. طبعا انا بشوف ان نوتنغهام فورست برضه السنه دي هيفضل مكمل على نفس المنوال، وهيكون مشاكس للانديه اللي بتنافس على المقاعد المؤهله لدوري الابطال اوروبا او اليوروبا ليج. برايتون وفولهام الماتش بينتهي بنتيجه 1-1. برضه ماتش كان متكافئ ما بين الفرقتين. برايتون كان متقدم من الدقيقه 55 ببلانتي، ثم في آخر دقيقة في الماتش بيتعادل فولهام
عن طريق مونيز من ركنية تعامل معها بشكل كويس جدا. تشيلسي وكريستال بالاس. كريستال بالاس كان ممكن ان هو يقدر يفوز في ماتش انتهت نتيجته 0-0. تشيلسي ما كانش افضل حاجة حتى وان كان حاول على المرمى، بس مش ده تشيلسي بتاع كاس عالم للأندية ابدا، ولا تشيلسي اللي جاب صفقات بشيء وشويات، وعنده لعيبة على مستوى عالي، كواليتي على مستوى عالي، ولكن مش بيقدر ان هو يفوز في اول ماتش قصاد فريق وخصم غلس او رخم لغة الكرة. ودايما بيكون افضل حاجة قدام الفرق الكبيرة دايما في البريمير ليج في اخر كام سنة. استون فيلا بيتعادل مع نيوكاسل. استون فيلا ونيوكاسل اللي انا شايف ان هم السنة دي مش هيكونوا افضل حاجة على غرار السنين اللي فاتت كانوا افضل حاجه، ولكن السنين دي انا بشوف ان هم مش هيكونوا افضل حاجه ومش هيقدموا افضل مستوياتهم. ايدي هاو مش من المدربين التكتيكيين، مدرب اندفاعي وبدني من الدرجه الاولى، يعني مدرب كلاسيكي انجليزي من الدرجه الاولى. تحس ان كورته في التسعينات، في بدايه الالفينيات او في بدايه الالفيه. بشوف ان كورته مش متطوره، مش هيقدم جديد مع نيوكاسل. وطبعا هم في مشكلة أو في صراع مع مهاجمهم السويدي ألكسندر إيزاك. توتنهام بيفوز في ماتش سهل جدا على بيرلي طبعا اللي أنا شايف إن هو هينزل للدرجة الثانية. توتنهام كان بيخلص الماتش بدري بهدف ولا أروع لريتشارلسون، هدف جميل زي هدفه في كأس العالم مونديال قطر 2022. بس ده انا بشوف ان هو جميل برضه، جميل جدا هدف. طبعا اي لاعب برازيلي لازم بيكون عنده لمسه خاصه. توتنهام برضه اللي انا شايف ان هو السنه دي هيكون ليه كلمه، ممكن عادي يدخل في التوب فور. نسبتهم هتكون ضعيفه بعض الشيء مقارنه بمستوى ارسنال وتشيلسي والسيتي وليفربول اللي هتكون حظوظهم اعلى. ولكن توتنهام مع محمد قدوس، مع التوليفه الجديده انا بشوف، ومع طبعا مدرب جديد توماس فرانك، مدرب كويس، مدرب ممتاز كمان. انا بشوف ان هم هيكونوا منافسين مرهقين السنه دي على غرار السنه اللي فاتت. طبعا ساندرلاند في مفاجاه او مش مفاجاه، يمكن حجم النتيجه 3-0 ان هو بيفوز على ويست هام، اللي انا برضو بشوف ان هو هيكون في دائره الهبوط، ممكن ما ينزلش، بس انا بشوفه هيكون مثلا مركزه ال16 او ال17، يعني هيكون قريب من الهبوط، هيفضل يعاني لاخر الموسم، ممكن ينزل. ويست هام السنه دي انا بشوف انه مش هيكون افضل حاجه. ساندرلاند بيفوز بنتيجه 3-0 بعد غياب دام تقريبا ل7 أو 8 سنين عن البريمير ليج. اخر سنه تقريبا كانوا في سنه 2017. فوز مهم في افتتاحيه الدوري، بتديهم ثقه. انا مرشح ساندرلاند ان هو هينزل، ولكن ممكن تختلف او يختلف الترتيب اخر السنه، وممكن ويست هام اللي انا مرشحه مع برنتفورد برضه ان هم هينزلوا مع ويلفرهامبتون وساندرلاند وبيرلي، يعني طبعا 3 مش من ال5 هينزلوا. مانشستر يونايتد في ماتش جميل جدا قصاد ارسنال. اي نعم مانشستر يونايتد خسر، ولكن كسب احترام الجميع، عمل ماتش جميل جدا. يمكن يونايتد ما عملش ماتش زي ده السنه اللي فاتت باكملها. بيخسر من ارسنال اللي بيفوز وبيخلص ماتشات ياما بركنيات، مفيش مشاكل، ركنيات طبعا جزء من اللعبه، ولكن انت فريق بتنافس على بطوله، فلازم تكون متنوع، او بتنافس على بطولات فلازم تكون متنوع في مصدر اهدافك، يعني من لعب مفتوح، من ركنيات، من فاولات وهكذا. لكن ارسنال اغلب ماتشاته بيخلصها عن طريق الركنيات، او شيء جميل، شيء يحسب له، ولكن انت فريق بتنافس على البطولات فلازم يكون عندك تنوع تكتيكي اكتر من كده. مانشستر يونايتد اللي ظهر برتم كويس، انا شايف ان هو لو كمل على نفس الريتم طبعا مش هيكون بنفس النسق، ممكن يرتفع اكتر من كده،
فهيكون برضو في مركز ممتاز مقارنة بالسنة اللي فاتت. يعني لو مثلا في المركز السابع أو السادس، هيكون طبعا مركز كويس جدا مقارنة بالسنة اللي فاتت. الصفقات الجديدة ماتياس كونيا، بشوف إنه أدى ماتش ممتاز، قدم ورق اعتماده للمدرب روبن أموريم، كان كويس جدا. امبومو مش أفضل حاجة، وزنه زايد، ولكن كان بيشكل خطورة على المرمى. بس بنيامين شيشكو المهاجم الجديد طبعا ما ظهرش لسه، الراجل لسه يعني نازل من على الدكة. أجواء الدوري الألماني حاجة، والدوري الإنجليزي حاجة تانية. ده رتم وده رتم، ده شكل وده شكل، ده تكتيك وده تكتيك. الدوري الإنجليزي في حتة تانية. وآخر ماتش كان في الجولة كان ما بين ليدز يونايتد وإيفرتون. كان ماتش جميل، كان ماتش حماسي. أي نعم انتهى بنتيجة 1-0 من ضربة جزاء. أنا بشوف إن هي صحيحة. ليدز يونايتد قدم ماتش جميل جدا، أفضل من إيفرتون. أنا كنت متوقع إن إيفرتون هيقدم ماتش أو مستوى أفضل من كده، يمكن عشان في بداية الموسم. بس هنشوف الموسم هينتهي بإيه بالنسبة لإيفرتون. وبس كده، سلام.